شكرا للأخ عزيز، شكرا ليك على هذه المداخلة هذه. بالنسبة للأخ جمان سي صا، هاك نيوز راه غادي بارطاجي معايا. ألو ألو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل تفضل. عدت من جديد. تفضل تفضل شكرا تفضل. شكرا دكتورة، تحياتي للأخ عزيز اللي كان على المداخلة اللي نزل من المداخلة، وتحياتي أيضا الأخت اللي كانت قبل من الأخ عزيز في المداخلة. لا زهور. مشرفين بالأخت زهور، شكرا لك وشكرا على المداخلة نتاعك. هي من واحد القوس اختي راضيه. ما هي بالنسبه لنا ما كنتش باش غادي نهضروا على داك وزير الاوقاف بطبيعه الحال المصري. هو هذاك تعبيرا عن حبه بطبيعه الحال اولا لصاحب الجلاله محمد السادس امير المؤمنين حامل ملته والدين، اكيد باللباس المغربي الاصيل. دونك ما نحاولوا ما نمسوش نعم. هذوك الناس، لا سيما ان ما شفنا منهم حتى شي حاجه لا اللي هي بالعكس. تسيء سواء لصاحب الجلاله او الشعب المغربي، فما بالك الوطن الحبيب. لهذا كنحييك اختي راضيه بطبيعه الحال، وكنحيي جميع الاخوان والاخوات اللي تنشكرهم على حب الوطن والولاء للملك محمد السادس بطبيعه الحال، اللي هما في الاصل ركيزتان اساسيتين في الهويه المغربيه ديالنا، تتجسدهما بطبيعه الحال التلاحم القويه بين العرش والشعب اللي كينظر له بطبيعه الحال الملك كمركز للاستقرار والوحده والتنميه، ويحظى بمحبه بطبيعه الحال صادقه نابضه من ايمان راسخ بالجهود في تحديد المغرب والدفاع عن الوحده الترابيه والخدمه ديال المصالح ديال المواطنين والمواطنات بطبيعه الحال. واكيد شعارنا الخالد الله الوطن الملك هو الميثاق اللي كيجمع بيناتنا كمغاربه على اختلاف التوجهات نتاعنا، حيث يظل الوطن هو الاولويه القصوى اللي كتجمعنا. وتنشكرك دكتوره رضيان. ما كانش حاجه اللي بغيت نطلع معايا الاخ هشام المغربي في ميشيغان، الصحفي الحال اللي تنفتخروا بطبيعه الحال بالصحافه، برجال الصحافه اكيد غيورين بطبيعه الحال على الوحده الترابيه وبطبيعه الحال الولاء نتاعهم والحب نتاعهم لصاحب الجلاله والدفاع بطبيعه الحال. ولكن راه عاد كان صيفط لي ميساج واش ممكن يطلع معنا في مداخله، قال لي اذا فرصه قادمه راه مازال كي كتعرفي بحكم الديكالاج بين القاره الامريكيه وبالضبط الولايات الامريكيه والمغرب. مرحبا بي في اي وقت. فرصه اخرى ان شاء الله. فرصه اخرى ان شاء الله. تحياتي لك وتحياتي للاخوان، ونخليو المجال للاخوان اللي باغيين. شكرا لك اخي هاكنيوز. شكرا. إذا بالنسبة للمداخلة ديال الأخ هاكنيوز، فهو أكد يعني على واحد النقطة مهمة اللي كتعلق بوزير الأوقاف المصري، واللي هو لبس داك اللباس المغربي التقليدي ديالنا اللي حنا كنفتخروا به، واللي هو تاريخنا، جلابه والطربوش. انا شفت تعاليق يعني على منصه اكس كاين اللي تيقول بانه ها هو اليوم لابس الجلابه والطربوش، واحد النهار غادي يخرجوا حتى هما يقول لك راه ديالنا الطربوش وديالنا الجلابه، وغادي يبغيو يمشيو يسجلوهم في اليونسكو. لا لا لا، الامور ما كتمشيش بحال هكا، لانه انتم شفتوا العالم الاخر طاروا ونزلوا على القفطان، ويعني فبركوا قاموا بامور اللي هي كثيره باش ان داك القفطان يسجلوه بالاسم ديالهم. ولكن ماشي، ليس هكذا تتم الامور، لانه راه كاين تاريخ وكاين تسجيلات واللي هي كتاكد بان داك القفطان راه مغربي، ماشي غير اجي وقول هادي ونتلاح على الحاجه ديال الناس. التراث راه هو اصلا مسجل ديال دوله معينه، راه مسجل ديالها، راه ما يمكنش تجي وتلاح على تراث ديال الناس. اذا بالنسبه اللي بغيت نرجع ليه ونقول، وهو ان هذا وزير الاوقاف المصري فمنين لبس ديك الجلابه والطربوش خلال واحد الحفل او حدث معين، ما عرفتش شنو هو الحدث بالضبط على اين،
ففيه فخر، فيه اعتزاز بالنسبة لنا حنا كمغاربة أنه وزير الأوقاف. شوف، هو وزير الأوقاف، سمعوا مزيان، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ياك لبس ديك الجلابة وداك الطربوش حيت شاف بأنه هذاك هو اللباس الذي يليق بوزير الأوقاف، بشخص اللي هو تيعبر على الدين. اللباس كيخصو يكون معبر. اذا شنو غيلبس هو تما؟ ما عندهم جلابه، ما عندهم، شنو غادي يلبس؟ اللباس ديال الفراعنه؟ شنو غيلبس لهم؟ قشابه، صايا، شنو غيلبس؟ يدير لهم هذاك اللعيبه اللي تيلبسوا فوق راسهم؟ ما يمكنش. اذا فهو بان ليه بانه الجلابه والطربوش غادي تكون معبره، وغادي يلبسها، وغادي يكون في المستوى. واللي غادي تزيدوا، يعني هو دابا فكر بحال هكذا، واللي غادي تزيدوا، يعني تزيدوا واحد القيمه اكثر، وهو انه ديك الجلباب وديك الطربوش تيلبسهم الملك نصره الله والله يشافيه، تيلبسهم. دونك حتى هو بغى يدير بحال الملك. اذا بيناتنا حنا شكون تنقلدوا؟ تنقلدوا واحد الانسان اللي تيعجبنا، سواء كانت امرأة ولا راجل. كانت والله العظيم ديال الكهنة. دونك هو شاف بأنه راه داك اللباس هو الذي يليق بوزير ديال الأوقاف. متفقين معايا ولا لا؟ يعني الأمور منطقية. هكذا الرجل هذا الشيء اللي بان ليه. ماشي بحال شي وحدين، ماشي بحال تبون مثلا. يوم العيد لبسته هو، يعني ولو انه صراحه راه المغرب والجزائر وتونس يعني عندنا تقاليد اللي هي متقاربه. احنا متقاربين يعني من الناحيه الجغرافيه، احنا متقاربين في التقاليد وفي العادات والى اخره. غير هو يعني تيبقى هذا اللباس المغربي هو اللباس تيبقى مغربي. فوالا، لباس اللي هو مغربي وله قرون من الزمن. إلا جينا نتكلموا على الجزائر مثلا، اللي تولدت عام 1962 من طرف فرنسا، إذا فما كانش عندهم هذا الشيء. هذا منين جاهم هذا الشيء؟ دخل ليهم عن طريق الحدود مع المغرب، ودخلوه الصناع المغاربه اللي كيخدموا في الجزائر، هما اللي دخلوا هاد الجلابه عندهم، ودخلوا لهم القفطان والجليج، ودخلوا لهم الاتات، يعني النوعيه ديال كل ما هو تراث مغربي. اذا بالنسبه مثلا لا خدينا تبون وخدينا وزير الاوقاف المصري، فكاين واحد الفرق شاسع. تبون احنا عارفين، يعني الحكومة الجزائرية احنا عارفينها، قصر المرادية عارفين بأنه يكره المملكة المغربية، تكرهوها. لذلك فأي حاجة داروها ما غاديش نقولوا حبا، ولكن كيديروها لأنهم كاين واحد النوع من الإعجاب أولا، ولكن ما راضيينش يعني يبينوا بأنهم راهما تيحبوا داكشي ديال المغرب. لا، هما تيسرقوا التراث، تيسرقوه وتيبغيو ينسبوه ليهم. مثلا عمي تبون الى لبس الجلابه يقول لك هاد الجلابه راه ديالنا، تعود الى قرن ما نعرف، قرن وزماره. ما كانوش هما كاع، ما كانوش نهائيا، ما كانوش. وينسبون لباس وامور كينسبوها ليهم. يعني هادو اللي عندهم مشكل ديال الهويه وفاقدين، فاقد الشيء لا يعطيه. لذلك فهاد الوزير ديال الاوقاف شكل يعني شكل ثاني، هو لبسها حبا في اللباس اللي تعبر، لباس يعني ديني. بحال حنايا مثلا امراه غادي تمشي تصلي، واش غتلبس الصايه وغتلبس القميجه؟ اذا غادي تلبس لباس الذي يليق. وشنو هو هذا اللباس؟ هو الجلباب. كتلبس المراه جلابه عاد باش غادي تمشي تصلي. لكل مقام مقال. هذاك الشيء اللي دار وزير الاوقاف، ولكن راهم يعني شغادي نقول لك، ما خلاو فيه مسكين غير اللي نساو. المصريين ما تقبلوش، ما رضاوش. علاش انت كوزير تمشي تلبس لينا لباس مغربي؟ واش بغيتو يلبس؟ شنو بغيتوه يلبس؟ سيد كومبلي ما يمكن له، سروال وفيست ما كتعبرش، هو وزير اوقاف. اذا فهاد الشيء اللي بان ليه، خصوصا انه اللي كيلبسها شكون؟ الملك تبارك الله عليه، النخوه والهيبه. هادشي هذا زاد حبب ليه داك اللباس.
ولكن مسكين كرهوه في النهر اللي تزاد فيه. وغادي يجي لنا داك نجيب ساويرس داك بوحنك، وغادي يعيب وغيقول لك شكون